الحروب على المواقع الأثرية والمتاحف في السودان؟ بلا شك تأثير كبير، خاصة أن ما تعرض له المتحف القومي وعدد من المتاحف الإقليمية من تدمير ممنهج ومقصود عندما توقلت ميليشيا الدعم السريع في وسط الخرطوم في داخل المتحف القومي، وهذا الأمر أدى إلى تدمير عدد كبير جدا من القطع وسرقة كثير منها. المتحف القومي الذي نهبت كثير من محتوياته، وأيضا مثل البنايات الأخرى الطابي التي توجد على النيل، هي مباني أثرية قديمة، وأيضا مثل القصور التي يعني تم تدميرها تدميرا كاملا، القصر الجمهوري وقصر رمبل، وأيضا مثل الدور الثقافية، مثل دور الثقافة دائما تقام فيها المنتديات الثقافية. وأيضا بجانب ذلك المكتبات، لم تسلم المكتبة الوطنية ولم تسلم المكتبات المركزية. وأيضا الدمار لم يكن يعني على الخرطوم لوحدها، أصاب الدمار كل المتاحف حتى في الولايات، متحف سلطان علي دينار، متحف الجنينة، ومتحف المقام في نيالا، ومتحف الأنثروبوغرافيا، والمتحف الطبيعي، والمتاحف كلها يعني هي أصاب الضرر وأصاب التلف. مقدار ما سرق من الآثار العراقية كبير جدا. آخر ما تم استرداده من القطع المهربة كان 17,000 قطعة أثرية أتت من أمريكا، كان من ضمنها لوح مهم جدا، وهذا اللوح الأثري المهم جدا كان اسمه لوح حلم قلقامش، وكان هذا اللوح لوح مفقود. نستطيع القول بأن هناك اختفاء أكثر من 300 ألف قطعة أثرية اختفت بشكل كامل من متاحف ومن مخازن الآثار التي كانت في غزة. وعلى الصعيد التراث الثابت أو الآثار الثابتة، نتحدث عن استهداف وتدمير أكثر من 280 موقع ومبنى أثري، وأيضا ذو قيمة تاريخية. هذه المباني منها ما دمر بشكل كامل كالمساجد، نتحدث عن أكثر من 15 مسجد تاريخي سوي بالأرض، أيضا تدمير حمام السمرة، تدمير قصر الباشا، تدمير بعض أصناف الآثار المتبقية في قطاع غزة.